السلام عليكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده قرص الافران اللي بالسكر، لكن احنا هنضيف لها بقى تركه جديده كمان مع السكر هتخلي طعمها حلو جدا، ريحتها حلوه جدا جدا، وهتبقى المفضله عندك بقى للفطار، للعشاء، للمدرسه، للشغل. هتبقى زي الفل، مش هتقطعيها من عندك من البيت. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واذا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ اماني شتا، ولايك وشير. ويلا بينا نشوف المكونات والطريقه. في بولة كده هننزل بكوباية من المية الدافية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين من السكر، ومعلقة من الخل، طبعا معلقة أكل اللي هي الكبيرة، ونص كوباية من الزيت. وهنقلب المكونات دي كويس جدا. وحتى انا مش هسيبها يعني لغايه الخميره مطفور ولا حاجه، لان انا متاكده ان الخميره بتاعتي كويسه، بس انا حطيت المكونات دي عشان اضمن ان انا يعني ادوب السكر فيها. وهروح اجيب من نص كيلو لكيلو الا ربع او كيلو حتى من الدقيق، حط عليه بقى معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلب كويس جدا المكونات الجافه كده مع بعضها قبل ما انزل عليها بقى بالماده السائله اللي انا عملتها دي، تمام، اللي هي الخميره والمكونات اللي حطيتها معاها والميه. وهنزل بالكوبايه التانية من الميه تدريجي بقى، الم بيها الدقيق مع المكونات السائله. انا تقريبا ما استخدمتش اكتر من كوبايتين، يعني كوبايه اللي انا دوبت فيها الخميره والسكر، والكوبايه التانية بدات اخد منها تدريجي كده علشان الم بيها العجينه. وعجيني طبعا وانا هتخطى المرحله دي، لان احنا كلنا عارفين العجين يعني بيبقى ازاي. لغايه ما تبقى العجينه معايا ناعمه خالص بالشكل اللي انت شايفاه ده. هحطها بقى في الطبق بتاعي، وقبل ما اغطيها هروح اجيب كده معلقه من زيت الزيتون او حتى زيت عادي، وابطن بيها كده الطبق من تحت، وكمان اغلف بيها الوش من فوق عشان العجينه ما تنشفش، واغطيها واسيبها ترتاح بالظبط 10 دقايق مش اكتر من كده. وعلى ما ترتاح ال10 دقايق دول هجهز الحاجات اللي هتشوفيها دي في طبق. هجيب كوبايه كبيره من السكر، وعليها من معلقه لمعلقه ونص من القرفه، تمام، وقلبهم كويس جدا. ودي التركه الحلوه بصراحه اللي بقولك عليها، تحطيها مع السكر بتفرق جدا جدا في طعم القرصه بشكل مش طبيعي. طيب هنسيبهم بقى كده وخلاص؟ لا، هنحط معاهم بقى كمان يا جماعه معلقتين 3 من السميد. والسميد هنا اللي هو دقيق البسبوسه، انا بحط دايما معاه كام ورقه من اللورة علشان يفضل فريش، وما يبقاش فيه سوس ولا اي حاجه خالص، وما يخربش، ويفضل محتفظ كده ب يعني نظافته، ما يبقاش فيه اي حاجه خالص. وحتى لو عندك اي بقوليات او اي دقيق حتى عادي، حط فيه ورقتين 3 من اللورة، هيخلي يحافظ لك على الدقيق بتاعك يفضل نظيف جدا جدا لغايه ما يخلص. وهنغطي بقى العلبه بتاعتنا تاني ونرجعها مكانها، ونروح نقلب دقيق السيمولينا او دقيق السميد او دقيق البسبوسه، ونحط كمان عليهم معلقه من الدقيق العادي. فحد يقول لي طب انت حاطه الدقيق ده ليه؟ هقول لك علشان ده بيغلف حبايه السكر اللي هي هيبقى عليها القرفه، وتبقي حاسه بطعمها في القرص، غير ما بتسيبيها كده من غير ماده الدقيق دي، فبتبص تلاقيها بتسيح في القرصه وما تحسيش بيها خالص، تمام. والطبق التاني هحط فيه كميه كافيه كده من السمسم قبل الزيادة طبعا، لو خلص فهكمل تاني. والطبق التالت هحط فيه معلقتين 3 من العسل، وما تزوديش يعني، انا كنت طبعا حاطه هنا بصراحة كتير شوية فحتى اتبقى مني. وعليهم معلقتين 3 كبار من المية، يا دوبك بس اخف العسل شوية، تمام. يبقى عندي طبق فيه القرفة والسكر، وطبق جنبيه فيه العسل، والطبق التالت فيه السمسم. واروح اجيب العجينة بتاعتي بقى اللي سبتها ترتاح 10 دقايق زي ما انت شايفة، ما شاء الله بجد يعني ناعمة زي الحرير، وكمان ارتاحت جدا في ال10 دقايق دول، ويعني جاهزة على ان انا اشتغل فيها. هبدأ اقطعها كور كده، يعني قد البرتقانة الصغيرة، من 50 جرام لو بالوزن، من 50 ل 60 جرام، ما تزوديش عن كده، بتديكي حجم معقول جدا جدا للقرصة. هخلص التقوير بتاعها كله وبعدين ارجع لكم. زي ما انت شايف خلصت الكمية كلها، طلعت معايا كمية حلوة جدا من كيلو الا ربع من الدقيق. وهروح اجيب بقى الحاجة اللي انا هفرد عليها القرص. زي ما انت شايفة بتتفرد معانا بكل سهولة ما شاء الله بجد يعني. هحط فيها بقى معلقة الاول، هحط فيها السكر بالقرفة، وبعدين اكورها كويس جدا، واتاكد ان انا قفلتها كويس عشان السكر ما ينزلش منها اثناء تسويتها في الفرن. وبعدين احطها زي ما انت شايفه كده في العسل اللي انا خفيته شويه بميه او حليته شويه بالميه، وبعدين السمسم، تمام جدا. واروح اجيب الصينيه بتاعتي وابدا احط فيها القرصه، وافردها فرده بسيطه كده بايديا وهي في الصينيه.
نشوف كمان واحدة زي ما انت شايفة كده. حتى قلت ايه استخدم النشابة، لقيتها مش مستاهلة نشابة طبعا افرد بيها. هي ما شاء الله العجينة يعني ما شاء الله بأقل مجهود بتتفرد معاكي. يبقى هنحط السكر والقرفة الأول ونقفل كويس، وبعدين نروح على العسل. وطبعا الهدف من العسل هنا بيديكي لون حلو جدا للقرصة. غير كده كمان طبعا عشان هو فيه مادة سكرية، فالسمسم بيمسك عليه كويس جدا وما بيقعش من عليها حتى بعد ما تستوي. وبعدين احطه في السمسم وعلى الصينية وهكذا. وهعمل معاكم كمان دي السكر العسل السمسم. طبعا تقدري تكبري حجم القرصة زي ما انت عايزة. تقدري كمان تضيفي اي مكون تاني انت بتحبيه، مثلا زي سوداني مجروش، زي جوز الهند، انت وراحتك. بس ده يعني يعتبر الحاجات الاساسية اللي بتعتمد عليها طعم القرص دي واحنا بنحبها فيها يعني. تمام جدا. هكمل بقى بقية الكمية اللي عندي وارجع لكم. هتبقى معانا بالشكل ده. انا خلصت دلوقتي اول صينية مثلا، وهغطيها واسيبها ترتاح برضو. مش هيزيد عندك عن 10 دقايق ربع ساعة بالكتير على بال ما تخلصي الكمية كلها. هتلاقي اول صينية انت عملتيها شوفي ما شاء الله بدأ حجمها يرتفع وتاخد يعني درجة التخمير بتاعها المظبوطة اللي بتأهلها بقى لدخول الفرن والتسوية. زي ما انت شايفة هي في الفرن كده. فحد يقول لي طب درجة الحرارة كام؟ طب هقول لك بصي ظبطي الفرن بتاعك على درجة حرارة من فوق ومن تحت تكون متوسطة، مش برضو مش حامية قوي عشان ما تحرقش منك. المقياس عندك لانها تمام جدا هي ايه؟ ان تلاقي لونها من تحت ومن فوق بالجمال ده، اللون اللي هو الوردي، لا هي محروقة ولا هي يعني لونها فاتح من حتة ولا غامق من حتة تانية. زي ما انت شايفة من تحت زي من فوق ما شاء الله تبارك الله مستوية وزي الفل، واللون بتاعها حلو جدا. تمام. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ولو في اي حد عنده اي سؤال يسأله لي في الكومنتات، وانا يعني نقطة اكون نسيتها او ما ذكرتهاش اثناء الشرح قولوها لي بس في الكومنتات وانا ان شاء الله ارد عليكم. وزي ما انت شايفة كده بقى تعالي نفتحها ونشوفها من جوه يا ترى شكل السكر بالقرفة اللي احنا حطيناها عامل ازاي. طبعا يعني جميلة جدا زي ما انت شايفة. هتلاقيها هشة خالص من تحت. انا حطيت وتعمدت ان انا افردها في الصينية علشان السكر والقرفة تاخد الطبقة الاولانية بعد الوش على طول، وتحت يبقى بقية القرصة هشة بقى كده. اللباب بتاعها هش وطري وجميل جدا ومستوية زي الفل من تحت ومن فوق. يا رب تعملوها وتبقى جميلة معاكم جدا وتطلع كده حلوة وتاكلوها بألف هنا وشفا. طبعا ما ننساش اخواتنا الفلسطينيين يا جماعة، ارجوكم ندعي لهم كلنا من كل قلبنا، ربنا يثبتهم ويقويهم وينصرهم ان شاء الله يعني نصرا عزيزا بإذن الله. واتمنى يا رب تكون الوصفة عجبتكم. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله، مع السلامة.